الله الله الله. الموضوع ابتدى يكبر. انا خايف يطلع بغبغان. تعالوا نقول لكم ازاي قضينا يومنا في ليتل انجلاند او انجلترا الصغرى. وصلنا مدينة نوارا إيليا، ودي مستعمرة إنجليزية مبنية فوق الجبال، عشان كده هناك كل حاجة على الستايل الإنجليزي، المباني، الشوارع، كله لدرجة إنهم سموها ليتل انجلاند أو إنجلترا الصغرى. بداية يومنا هناك كانت اللي هو صباح الخير يلا بينا نزور شلال جديد، والمرة دي الشلال كان اسمه سان كلير. اختلاف الشلال ده بقى انه كان لازم عشان نوصل نعمل هايكنج وسط الغابة، واحنا وحظنا طلع لنا تعبان، طلع لنا حشرات، الله اعلم. المكان هنا مليان عقارب وتعابين، اي حاجة تلوشك سيبها تلوشك. انا خايف يطلع بغبغان. ايه يا احنا ما بنوصلش ليه؟ وانا ليه شايف ان في قفله كده غريبه قدام، وبعد كده هناخدها زحاليق ولا ايه؟ اتدقلجنا شوية لحد ما وصلنا للشلال، وكان عالمي الصراحة. بعد كده طلعنا على نيوزيلاند فارم أو مزارع نيوزيلندا. هنا بقى اكتشفنا المعنى الحقيقي للبهايم المدلعة. يعني دخلنا المزرعة، اتفرجنا ازاي بيدلعوا البقر ويأكلوهم ويحموهم، ومش بس كده، المفاجأة انهم بيدلكوهم كمان. نظام تسلمني نضيف اسلمك نضيف. ايوه يما يما. ايوه في الحته بقى بتاعت الهرش الواحد ما بيطولهاش دي. ايوه. كمان اتفرجنا على مزارع المعيز، وكان في ماتش مصارعة شغال بين معزتين هناك عالمي الصراحة. الله الله الله. الموضوع ابتدى يكبر. كانش ينفع نمشي من مزارع نيوزيلندا من غير ما نشرب شوب الحليب الطازة اللي نازل من البقرة على بقنا على طول. وفي الآخر ختمنا يومنا عند بحيرة جريجوري، ودي بحيرة رايقة جدا في نوارا إيليا. هناك هتلاقي ناس بتغني وتعزف ومطاعم وتمشية رايقة على الآخر، وممكن كمان تأجر لانش وسط البحيرة لو عايز.